تعرفي بقى لو انت جبتي كده نص كيلو من الدقيق وحطيتيه قدامك على الرخامه مطرح ما انت واقفه، بدون بقى بوله وبدون تخمير وبدون تعب ولا مجهود كتير، عايزه اقولك هتعملي وصفه النهارده او هتعملي حاجه هنحتاجها الايام الجايه ان شاء الله في رمضان. عايزه اقولك بتشتريها من بره غاليه جدا، دلوقتي الكيلو بقى عامل 50 و60 جنيه وما بيبقاش حلو خالص. تعالي نص كيلو من الدقيق هنعمل وليمه، سمي بالله وصلي على رسول الله ويلا نشوف عملنا ايه يا قمر. اول حاجه حطيت كده على الرخامه زي ما انت شايفه نص كيلو من الدقيق، هبدا انزل عليه برشه من الملح حوالي ربع معلقه صغيره، وعندي هنا كمان كوبايه كده من الميه هبدا انزل بيها تدريجيا. نبدا نقلب كده الدقيق مع بعض كده مع الميه، وبعد كده طبعا هنشيل بقى المعلقه دي خالص وهنستخدم بقى ايدينا، عجن يعني ايدينا يا جماعه. وهتبداي هنا بقى بكوبايه الميه دي يا دوبك كده ترشي شويه وتلمي العجين. المهم العجينه بتاعتنا عايزينها عجينه حلوه طريه لينه، وهتتلمي في الاخر بكوبايه وربع من الميه. تمام، النص كيلو دي بياخد حوالي من كوبايه لكوبايه وربع من الميه. حلو كده حلو كده. رجعيني بقى يا قمر وانت قاعده تتفرجي عليا كده، بالله عليكي اعملي لايك للفيديو وكمان شير لو تقدري، جزاكي الله خيرا. ما تنسوش كمان كومنت حتى لو بحرف. كل عام وحضراتكم بالف خير، ربنا يا رب يبلغنا رمضان واياكم على خير يا رب. بصوا بقى زي ما انتم شفتوا كده انا قعدت احط كده الميه تدريجيا لغايه لما زي ما قلت لكم لميت العجينه خالص اهو، خدت مني كوبايه وربع من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه ومفيش خميره ومش هنسيبها تخمر. هبدا بقى زي ما انتم شايفين بعد ما لميت العجينه كويس قوي وبقت عجينه متماسكه معايا، هبدا اني انا هنا اشكلها على شكل كرات بالشكل ده. انا هعملها هنا 10 كرات، انت لو حابه مقاس الرقاقه بتاعتك تبقى صغيره براحتك، انا هعملها هنا مقاس كبير. ايوه النهارده هنعمل الرقاق يا جماعه، هنعمله باسهل ما يكون. بصوا عايزه اقول لكم بجد خطير وما بياخدش منك 5 دقايق على بعض ولا تخمير ولا حاجه. انا هنا خلصت كل الكميه زي ما شفتوا كده، وهسيب كرات العجينه دي ترتاح معايا على جنب كده. هبدا اخد اول واحده هنا نشتغل فيها على طول. طبعا دي رقاق يعني لازم يكون في جنبنا دقيق لانه بيتفرد على الدقيق. يعني مثلا هنحتاج كيلو من الدقيق، لو هتعملي كيلو من الدقيق يبقى جنبك ربع كيلو دقيق على جنب كده للفرد. تمام، هبدا بقى افرد كده الرقاقه بتاعتي بالشكل ده. وزي ما قلت لكم انا هنا عامله 10 كرات، النص كيلو عملوا معايا 10 كرات من العجين عشان انا عايزه رقاقه تكون كبيره. طب لو انت عايزاها رقاقه متوسطه عادي ممكن بيعمل معاكي لحد 14 15 رقاقه النص كيلو. تمام، انا هنا زي ما قلت لكم هعمل صينيه حوالي 32 صينيه كبيره، بدل ما بعمل صينيتين اقول ايه يا بنتي اعملي صينيه كبيره وخلاص. فزي ما انتم شايفين هنا هبدا بقى هنا اوريكم واحده كمان عن قرب كده اهو، بترشي دقيق وبتبداي ان انت تجيبي قطعه العجينه بتاعتك وبتفردي كده بالنشابه بتاعتك او المردنه بالشكل ده اهو، بيفرد معاكي على طول. والدقيق كمان عشان سايبه العجينه ترتاح شويه، كرات العجينه كل ما ترتاح كل ما تفرد معاكي بكل سهوله. بصي كل ما تفردي فيه كل ما يرق معاكي اكتر ويديكي قرمشه اكتر. تمام كده. زي ما قلت لك هنا حجم الرقاقه ليكي اختياري، عايزاها كبيره بقى عايزاها صغيره هتصغري كرات العجين، لان كمان الدقيق بتاع الفرد ده بيكبر معانا الرقاقه. هنا الصينيه بقول لك اهو اللي هعمل فيها، وعندك الجريلا هي لو عايزه تعملي فيها يعني حسب المقاس بقى اللي انت عايزاه. انا هعمل في الصينيه على طول لان انا عامله الرقاقه مقاس الصينيه زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. هبدا هنا سخنت الصينيه بتاعتي كويس قوي، وهننزل هنا بالعجينه بتاعتنا فيها على طول مش مدهونه اي حاجه. طبعا اول واحده دي كانت الصينيه سخنه جدا، فخلي النار هي لازم تكون سخنه. تمام، هتبداي بقى ان انت تقلبيها بقى كده يمين وشمال ويبقى ايدك في الرقاق لغايه لما عشان ما يتحرقش معاكي وياخد لون معاكي بسرعه، لا احنا عايزينه كده يستوي كويس على نار هاديه زي ما بيقولوا. بصوا اهو هتبداي هنا تخليه كده على نار متوسطه وتبداي بقى ايه تقلبيه يمين وشمال. وعايزه اقول لك بقى هنا ريحه العجين كده اول ما بتحطيه على النار بجد ريحته جميله جدا 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 وحاجه خطيره. وطبعا هنا دي بقول لكم ادي المقاس الصغير شويه اهو لو انت عايزه. تمام، خلص بقى كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده. عايزه اقول لك ما شاء الله وفرتي على نفسك، اولا ان تجيبيه غالي من بره، ثانيا وقت ما تكوني عايزه ان شاء الله في رمضان تلاقيه موجود عندك في البيت، ثالثا بقى ودي الاهم طبعا انك بتعملي حاجه بايدك ونظيفه وعارفه مصدر الحاجه اللي انت عاملاها، وكمان ولا فيها بقى يعني تخمير ولا فيها وقت كتير ولا اي حاجه. وزي ما شفتي سهل جدا. بصوا مقرمش قد ايه وجميل معانا، ونص كيلو ما شاء الله عمل لي كميه قد ايه. طيب عايزين بقى يبقى مقرمش اكتر معانا، طبعا اول ما بنطلعه من على النار بنبدا ان احنا نفرده في صينيه زي ما انتم شايفين كده كبيره عشان يتهوى كده وينشف معانا اكتر واكتر زي ما انتم شايفين كده. تمام، وبعد ما ينشف خالص معاكي بتسيبيه كده وبعد كده تعبيه بقى في كيسه، تعبيه في اي حاجه. ما تنسيش يا قمر بالله عليكي تساعديني كده بلايك وشير للفيديو. كل عام وانتم بخير.